لقاء جديد بنرد فيه على أهم الأسئلة والاستفسارات اللي وردت من حضراتكم القناة في خلال الأسبوع. فتابعوني. غرامة مقررة على الموتوسيكل للتأخير عن مواعيد التجديد قد إيه؟ فبنقول بالنسبة للتأخير عن مواعيد التجديد الترخيص، حضرتك بتدفع تلت ضريبة وتأمين لوحات. تلت الضريبة ده في حدود قد إيه؟ عن ال3 سنين هيوصل لحوالي 50 جنيه بالكتير، بالإضافة ل 100 جنيه تأمين لوحات. يعني أنا دلوقتي عاوز أجدد موتوسيكل، الترخيص منتهي من 3 سنين وهرخص 3 سنين لقدام، هتتكلف قد إيه؟ فبنقول القديم والجديد على بعض هتكلف حوالي 3000 جنيه. الترخيص القديم ضريبة وتلت، أو الضريبة القديمة ضريبة وتلت بدون رسوم فحص فني، بدون بوليس التأمين. إنما رسوم الترخيص اللي هو ال3 سنين الجداد بعد كده رسوم الفحص الفني بتاع أمان، ضريبة المرور، بوليس التأمين. وشوف بقى انت هتعمل 3 سنين هتعمل سنة براحتك، انما ترخيص 3 سنين بالفحص الفني حوالي 2000 جنيه. انت تعمل حسابك وانت رايح المرور طالما متأخر 3 سنين، تعمل حسابك في 3000 جنيه اقل حاجة يكونوا معاك علشان تدفع الضريبة القديمة ضريبة وتلت، وتدفع الضريبة الجديدة بالفحص الفني ببوليس التأمين بالملصق المروري بالكلام ده كله، علشان تقدر ترخص 3 سنين من تاريخ الفحص الفني. خالد ابو زيد بيسأل دلوقتي انا عندي عربية، العربية ديت ورثة ترخيص ساري. اكتشفت انا بفحص العربية بره او بكشف عند العربية عند السمكري ان العربية مغيرة نصف خلفي، فايه الاجراء اللي بعمله؟ وعلم بان رخصة لسه سارية، اعمل ايه عشان العربية ما تتلغيش؟ فبنقول المرور في الحالات اللي زي كده بيطلب منك محضر بالحادثة، مستندات ملكية الجزء الجوهري اللي انت غيرته، نص قداماني نص خلفي، في الغالب بيبقى فاتوره وبيان مشمول جمركي من تاجر. اشتريت الفاتوره، اشتريت البيان الجمركي، بتروح مركز تعديل او مركز صيانه تجيب منه فاتوره بان هو ركب لك الجزء الخلفي او الجزء الامامي. ده في الغالب بيكون شركه الوطنيه او اي شركه حاصله على موافقه الهيئه العامه للتنميه الصناعيه، وبتروح المرور تفحص وتخطر المهندس او تعرف اللجنه الفنيه العربيه اتعرضت لحادثه واضطريت تغير النصف الخلفي، ومعاك صورة محضر الحادثة، معاك بيان مشمول، معاك الفاتورة، معاك جواب مركز الصيانة اللي عدل او ركب النصف الخلفي او غير النصف الخلفي. بكده العربية مش هتتلغى. انما سبت الحاجات دي كلها، ما عملتش الكلام ده كله ورحت المرور تفحص، تصادف ان المهندس اكتشف ان العربية مغيرة نصف خلفي، بتتعرض على لجنة مكبرة وبعد كده ادارة التفتيش وبتلغي ترخيص العربية. فالحق نفسك دلوقتي اعمل محضر بحادث وجيب بيان مشمول وفاتوره من تاجر معتمد وجواب من مركز الصيانه او مركز التعديل اللي قام بتركيب النصف الخلفي او الامامي، عشان تحافظ على العربيه والعربيه ما تتلغيش منك بعد كده. ده لو الرخصه لسه ساريه مع حضرتك. انا دلوقتي استغنيت عن ترخيص العربيه بتاعتي، سلمت الرخصه والمخالفات واللوحات المعدليه للمرور وخدت نموذج 105 وعاوز ابيع العربيه خرده. في الحاله دي تحاول تسروخ رقم الشاسيه بحيث اللي هياخد العربيه خرده ما يطمعش فيها ويشتغل بيها بعد كده. معاك نموذج 105 مرور وحبيت بعد كده تجدد ترخيص العربيه، فبتروح المرور العربيه موجوده معاك، النموذج 105 موجود معاك، بتفحص العربيه تبان الصلاحيه الفنيه للسياره وانها صالحه للاستعمال او صالحه للسير، بتجدد الترخيص تاني. طيب انا معايا نموذج 105 ده وعايز ابيع العربيه، بتروح المرور معاك النموذج، مضمون النموذج ده ايه؟ ان حضرتك سلمت اللوحات بتاريخ كذا، وعشان تسلم اللوحات لازم بتسدد الضريبه لو متاخره، نوم بيه جميع بيانات العربيه، الماركه، الموديل، الشاسيه، الموتور، تاريخ تسليم اللوحات. لو عايز تبيع بتروح المرور معاك النموذج، بتجيب شهاده بيانات للشهر العقاري وتسجل عربيه تاني. ده نموذج 105 مرور. ابو ادم بيسال انا دلوقتي كان معايا رخصه عربيه نقل، بعت العربيه بعد مسجل في الشهر العقاري، البائع باع لحد تاني، بكشف على رقم العربيه في المرور لقيتها لسه مقيده باسمي، فايه اللي هيتبع؟ فبنقول حضرتك بتطلع شهاده من محضر التصديق العقد البيع اللي انت بايع بيه في الشهر العقاري، بتعمل انذار مباشر للمرور على قد محضر وبترفق بيه صورة العقد المسجل اللي انت بعت بيه، ودي بتتحط في ملف العربية عشان تدرأ عنك اي مسؤولية بعد كده، سواء انت عمل لك تبديد لوحات معدنية او التأمينات رجعت عليك بعد كده. فبتاخد افادة للمرور او شهادة بيانات للمرور
بما انك عملت انذار مباشر بنرفع به العقد وتحط في الملف، بتاخد شهاده بيانات ان العربيه مباعه بالعقد المسجل رقم كذا سنه كذا والمشتري فلان الفلاني، ده علشان تقدر توقف التامينات وتوقف محاضره التبديد لو جات لك بعد كده. لو جالك حتى محضر تبديد بتقدم شهاده بمحضر تصديق العقد اللي انت بايع بيه للقاضي. في الحاله ديت بيحول جنح التبديد اللوحات على المشتري بالعقد المسجل. انا سامع واحد بيقول دلوقتي طب ما انا اروح اعمل محضر سرقه واخطر المرور وواقف حال العربيه خالص لحد ما الراجل اللي معاه العربيه يدور عليا علشان اعمل له كف البحث، وفي الحاله ديت يدفع كل المتاخر عليها ضرائب تامينات مخالفات، اي حاجه موجوده على العربيه هيدفعها طالما عاوز يجدد العربيه او العربيه ممسوكه منه. فبنقول انت حضرتك بايع بعقد مسجل، وبالتالي ما ينفعش تعمل محضر سرقه لان انت ماضي بايع في الشارع العقاري وسلمت العربيه للراجل. فالجأ للطرق الوديه الاول، حاول توصل للراجل المشتري تشوف العربيه اتباعت فين، اللوحات المعدنيه فين، ايه اللي منعه من الترخيص لحد دلوقتي. بناء عليه ما استجابش فبتلجأ للاجراءات التانيه. المهم المرور ياخد اللوحات او تسلم اللوحات المعدنيه للمرور، او على الاقل يوضع صوره من العقد البيع المسجل في ملف السياره. لو حتى فرضا رفعت دعوه بعد كده ببراءة ذمتك عن تأمينات ومخالفات ورسوم وضرائب المرور، بتقدم برضو زي ما قلنا شهادة من محضر تصديق عقد البيع اللي انت بايع بيه. ده كله بيبرئ ذمتك من الالتزامات على العربية بعد البيع في الشهر العقاري. دلوقتي اخويا اشترى عربية ذوي الهمم بالمرافق. اخويا كان معاق، العربية طلعت من الجمرك، العربية ما ترخصتش لحد دلوقتي لان الافراج ما وصلش المرور. اخويا توفاه الله. في الحالة ديت ايه اللي بيتم؟ فبنقول فور وصول الافراج الجمركي للمرور المختص حضرتك او الورثة بيعملوا اعلام الوراثة وقرار الوصاية لو في اسر، وتروح مرور تطلعوا شهادة البيانات عن العربية ان العربية لم يتم الترخيص حتى الان. معاك اعلام الوراثة، معاك قرار الوصاية، معاك بطايق الورثة، معاك شهادة بيانات من المرور بالعربية المفرج عنها لصالح المعاق توفاه الله المتوفي. تروح العربية الجمارك، معاك الورق ده كله، والجمارك بتغير اسم المالك في الافراج الجمركي وبتبعت الحاق للمرور بتقول والله لا مانع من الترخيص باسم ورثة المرحوم فلان الفلاني، سواء الورثة فيهم قصر ما فيهمش قصر، الرخصة بتطلع باسم ورثة المرحوم اللي هو المعاق ذوي الهمة اللي الافراج الاصلي طالع من البداية لصالحه وتوفاه الله قبل الترخيص. انما لازم في جميع الاحوال ترجع الجمارك عشان تغير اسم المالك في الافراج الجمركي. كده العربية اصبحت ورثة، هترخص باسم ورثة، وفي الغالب بنخلي او بيكون المسؤول عن الورثة اللي هو الزوجة الوصية على الاسر او والد المتوفي الى رحمة الله تعالى. طالما في اسر بتختار النيابة الحزبية ما نقدرش نتصرف في العربية بعد كده حتى لو رفع الحظر الجمركي جه من الجمارك. طالما في اسر لازم بنرجع للنيابة الحزبية قبل اتخاذ اجراءات البيع. يبقى في وفاة لازم نغير الافراج، بنرجع لمصلحة الجمارك بتخطر المرور بالموافقة على تغيير اسم المالك في الافراج الجمركي. حاولنا في الفيديو ده نجاوب على معظم اسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت للقناة في خلال اسبوع. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك بالقناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.